شلاما مسقلة بخبة أو إيقارة الكل خن خزانا لم يقرأ كل كتئتن وآها خلقتا خثا من خرزة شاوعايا سواذا أتقنيا حديث القلم ادبيثال الخن من قنيثة عراقيثا سورييثا العراقية السريانية قاو شباكة يذاعة عراقايا كد كل إغذاء خلقتا انقابخ خا إكثاوى جخا جغلا متخبة مجال محدد وبريان تيلت هاوي كونش مشخاثة مجموعة شعرية كونش تنياثة مجموعة قصصية وشركة دمبيقاثة إصدارات خينة ومأرخنخ نضيف كاثوة داها كثاوة قمان هارتا بودية صرنا محور خلقت اديوم من سوادة قنيا إلى آها كونش تنياثة مجموعة قصصية ادخل شما الحلم المعلق يعني ماسخ أمرخ بلشانا يما يخليا خلما متوخرة يعني خلما شويقة من التعليق التأجيل إلى اتكاثوة وماخورة وبنا عدانا خرايا ماصن أمر بخنانة ناقد من بغداد خبيوتا أرشخيثة مردوثة سورييثة عاصمة الثقافة السريانية جو أثر مريخة بثنارة عراق ميقرأ كريم إينا هاوت إيلي كيانايث طبيعيا أرخى داها خلقثا كل قارم قبل خلق بشينا رابي ميقرأ أخ أرخى قدا خلقثا من خرزة سوادة قنيا بشينا بيه رابي رابي بشينا كيانايث لا مدخل خزيانا ميقرأ أي قاعد ترتيلا تتيلي وايا ماخورة وكاثوة ميقرأ كريم إينا أرخى قدا خلقثا وأو كونش مشخاثة رابي عزيزة خشون يعني من متابعة دي إلى دتري دم يقروثخ هي المجموعة القصصية الثانية اتلخ كوناش مشخاثة عدة مجاميع شعرية وأب كاثوت ماملة مقالات وأخنا هدية باويلي خابو قاربوت إصدارات دم يقروثخ بودن خا يعني أمر قلخت قوانيثا يعني خا عرض عام خزيانا يقرأ أغبغزات آها مجموعة قصصية إلى من قشمة مصعايا من الحجم المتوسط بوايا لقو قربة أمة وتريبة ثواثة وكونش مشخاثة يعني كونش تنياثة إلى بمنيانا مشخاثة يعني منيانا تنياثة التين قاوذية بشورايا هر أخ كل خكثاوة شمة وشمة كاثوة ورقم الإيداع حقوق الطبع أكيد محفوظة إلى طويعة قدار ماشكي دار ماشكي إلى قموصل المجموعة الثقافية للطباعة والنشر لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب إلا بموافقة صاحب الحقوق أكيد تصميم الغلاف باسم محمد التنضيد علي عبد المنعم كان ثلاثة تخرخلوا عن شمانهم يعني من حقهم الحلم المعلق مجموعة قصصية ما إلى فهرس خازخ إلقاء وإهداء وتماني الإهداء إلى حفيدتي الغالية أناليا ألا ناطرة بخشاون كدخة مطبوع من طويعات دم يقروض خويذة شو كان إهداء خمن ابني بيتوثة دم يقروض ألا ناطرة كله خرطم شروع لأن تونياثا رابي قمت أورق ديلياثا أنا ودلي عرض عام بصر هذا بما أنه أنا ميريقا ترتيلا بيقروث خوايت أرخا يعني ليلة سنقت بعمقة بديلياثا أورقو شربت خيوثة دم يقروثخ إنا مصنت مدخلت تخزيانا أمرخ ثلاثة محاور الإصدارات وبصر هذا خمشوتا بياثا مشاركات ديوخ الأهم وإن قنية ودخكما يعني سهد واثة إقارة شهادات تقدير جوائز هل نخا فكرة بالدواء نقزة بداية شاكر نحيل الذي دعوته رابي اتفقت التتة بعراقية سريانية وبشكرا أستاذ باسل دي المخرج تلفزيوني الذي قناة برختا حقيقة يعني السيرة الذاتية دي أنه اتفقت قميثك مشرحينه أنا بس بمختصر شمي كريم بولس داود بهنام إينا اللقب الشعري كريم إينا من مواليد عام 1961 عضو اتحاد أدباء الكتاب السريان عضو اتحاد أدباء الكتاب العراق عضو اتحاد أدباء الكتاب نينوى
وعضو نقابة المعلمين في نينوى، وعضو نقابة المعلمين في كردستان، وأيضا من صحفي كردستان. بالنسبة للإصدارات أنا قلت لي تريسر كثاوة كمصدرنا، يعني بديهن من شهادة ألبا وتشامة وتشقي وإشتا. أول مجموعة زهر لا تهوى برد الشتاء، بعدين مجموعة شعرية. نعم، زهر لا تهوى برد الشتاء، بعدين صورة فوتوغرافية، بعدين مظلة الخطائين، هذه مشتركة بيني وبين الشاعر رمزي هرمز ياكو، مواجهة تحية أو باستراليا، وأيضا مجموعة أخرى شعرية رحيق الطفولة. بعدين ودلي مسرحية مشتركة أيضا بيني وبين الشاعر رمزي هرمز ياكو بعنوان لعبة الأموات. وأيضا اكثولي كثاوة الجزء الأول قراءات نقدية، يعني اكثولي قراءات نقدية عن شعراء، يعني عن مجامع دتن الشعرية، وأيضا كثاوة عن بتخضرن ديو بخرجة قمادك محكي لنا عنه. وآخر شيء هذه مجموعة القصصية كما خلا يعني كونش تونياثا دزيرة لحد الآن، يعني بصراحة لين وإذا توقع كتاب أن امبيقاثا أمرخ سيماثا مؤلفات ساما زودا إيوة بلشانة أربايا يعني إثوقاوي بلشانة سورث. نعم إثوا النسبة يعني بلقي ساما عربايا وساما خن ما ذنبي أنا باللغة السريانية والعربية. نعم. أوكي ربي تمام. هذا مشوتة بياثا مشاركات. بالنسبة للمشاركات دي بصراحة كبيرة، يعني لك هذه المناية أمر شاي الرئيسة، يعني بمرنه يعني أول مشاركة دي هي بمهرجان المربت عام 1999. أول مشاركة خريطة مشارك لي عدة مشاركات، عن في مهرجان برديسان، في مهرجان الدعاء السريان ديك مولد الاتحاد الباب كتاب السريان، في مهرجان كركوك الدولي، في مهرجان صلاح الدين، في مهرجان السماوة الناصرية اور، في الديوانية، يعني مهرجانات حيل لكن مشاركة. أمسيات أيضا، أي أمسية دكبري أنا كون أكيد يعني بالدرجة الأولى كون أول واحد. أيضا بالنسبة للمخطوطات ديت لي كبيرة، يعني إتلي دها يعني مخطوطات جاهزة. بالنسبة لرواية بعنوان احتواء، اخترت رواية شمح قلب لا ينبض، اخترت رواية شمح سكون العواقب، إتلي مقالات وإتلي بحوث كبيرة، يعني إتلي بحث عن اللغة الآشورية يعني من الناحية الفنية والأدبية. رابص بارابي قدوة من يانا طاوة من أمرخ سيماثا مؤلفات، وأهم من يانا رابة وكبيرة من مشوتة بياثا، كانت لو شرارة لتاوت قنية حاصل على خكمة شهادات تقديرية تكريمات ما ستخرتن خكمنا. بصراحة يعني إتلي كبيرة، يعني هدايا، وإتلي كبيرة دروع وشهادات تقديرية، من ضمن الجائزة الأولى مشغلنا مجلة صدى العربية بشارقة، يعني هذه الساعة مطلية بالذهب كم شادري لي من تاما بقصيدة بعنوان الغريب. وبإضافة إلى ذلك يعني بالنسبة للمبشرون بالسلام، هذا نص فز بقاح يعني بالمرتبة الثانية في بابل. وأيضا نصوص خن قصصية يعني فز بقون في نينوى، يعني محافظ نينوى أثيل النجيفي أو وذوالة مسابقة، فأنا فز بقاح بجائزة الثانية. إضافة إلى ذلك يعني كنا شركة بخلنا مشاركات، كنا محصلة على دروع وعلى شهادات تقديرية. رابص فرابي. أنا يعني بختمت الدواء صرنا محور بين أمرا خلمانة طاوة وخيريخة قزودة سيماثا مؤلفات، زودة مشوتة بياثا مشاركات، وقزودة قنافة شوكانة تكريمات ميقرتها. نعم. رابي هذا مشارن أنا نيخة بنيخة يعني بوارق وديلياثة تفاصيل دها أمرخ كونش مشخاثة مجموعة قصصية، يعني أخنا أنا همونة وأن يعني أن تونياثة قاوة ليلة تونيثة كريثة قصة قصيرة، ولا إلى تونيثة رختة بيشاوى رواية، يعني ما أمرخ بما توصفها قصص ليلة قصيرة جدا ولا طويلة، قصص قصيرة لو يعني قصص قصيرة ما سخمرخ. أنا استعراض عامد لي قد أكثر وبين خازن الفهرست إلى أختي شمان الدنة
تونياثا طنين صانعة الأفلام الحلم المعلق أو تم قبيله شمداتنا كونش مشخاثة ناجي 1700 شما غريب بيله بثرة دخلنا حادثة سبايكر كالغ جيبه يعني كنت تونيثا خمن هرت بتاويلن إلا أو إلى عرض يعني سريع دختمرخ الوحدة القاتلة الدوامة الباروكة الساقطة أو شما طريفي لما كان له ذكريات عابرة الدمية المنتشلة لو منتشلة مبني للمجهول السحابة المظلمة المستذئب رقصة الموت غصة سبتمبر السيرة الذاتية دي دختم يقروثوا خلال السيرة الذاتية ربص باي شمانة تونياثا قمام رنو باثرادخ قد صرت مطيقة خزيانة ميقرا تكتمل الصورة لدى المشاهد الكريم كنت خا قصة نقم هاويل دانا البث وقت يعني حلقة خا منهرتها بودية بس قم دا يبين بقر رابي يعني سؤال إلى عياذايا أمر حسب السياقات أنه الفكرة والحيثيات دخويلو يعني كنت كمدانا أثياو البالغ ذات أخمنتا وكثوت وذا تونيثا وبثر هذا غزالو خنو بيش لخمنيانا عدد مناسب باش مبيقاقو خكونش تونياثا ينآت متقصد وضعت هدف أنه تألف عدد من القصص خلال فترة معينة بسياق معين وبثر هذا قد مجمت له قد وكونش تونياثا دخل ويثا فكرة وحيثيات نعم رابي سمحت لي دلوش مناظر رابي باخذ رابي عادي أبانا مش المناظر خكمة قريثة خكمة غزيثة بالنسبة مجموعتي القصصية الحلم معلق ليلة يعني مسألة اعتباطية وإنما مدروسة يعني الحلم معلق أخني كدت يعني هذه قصة خاصة كيوا فسحة أو مسافة بين الأمل وبين الخفقان يعني الآلام المشاكل التي تحدث للإنسان فتخازت أنه ليس مجرد أنه إنسان بس كاثو حكايات سرد حكايات لا بس لما طرح أسئلة داخلية داخل هذه القصص كل قصة إتلا معنى يعني أنا من كثن أني قصص ابن قسم خيال وقسم حقيقة مثلا خاطوسة بشيطة ما شبر مثلا خيوم زي جابت خوري جاب حلبيثة اتخا حديقة وهي حديقة يبقى إلانا الراشد إلانا إيثم بوم توتا فخير اللح كما مرنا أي بوم حقيقي لا ولا محنطة لا يعني تحنيطي لا لو حقيقية ميرآي محنطة لا وخكل بسخرية أي حقيقية بس أو خكل بسخرية كيلو يعني هذا بسخرية كاميرآي محنطة لا فأنا بشتخير يعني لم يعني مش كوكلي قاوح إنه أي حقيقية لا أو كاميرا محنطة لا فوانا بخيال الله رأسا محرك له رشدية فرأسا ندير البطرانة فباويا ما لد مخلي زلي ودلي قصة إنه أي دخبوم اشقل أي بلبل من القفص ودخ بشطل أي قبة بديح وإلى آخره يعني ودلي قصة حقيقية عنه أكثر يعني أكثر السهمة داني قصص دي حقيقية وقسم خيال وقسم يبغى ضمن التقريري يعني نتيجة الأخبار نتيجة الأحداث دك حصي يعني ما في مثال بسيط كم مثال نعم. مخليت يعني أنا بردانة ودانا إلى سؤال إلى نعم. حوار يعني عذرا للمقاطعة فضل. إلى حوار ما يروح كت قصة تقاوى خمغزة وتقاوى أسئلة نعم. يعني خشامرخ بأسلوب أدبي تساؤلات إثقاوى أيضا إجابات في نهاية القصة لدينا تساؤلات نعم. أكيد نعم. من المنطق يعني نعم إذن إجابات يعني قصة أو حلول قصة الحلم المعلق يعني الإنسان أنه مو بس بتو جاي البطر أمل بس هذا أمل حتى أنك ما بس لقمة انتهى يعني لازم تخازخ بصيص أمل أكيد. فبالأخير تخازت أنه هذه براتا دي لا عشتا شمع سيما بهذه قصة سمخت العربانة لا يعني لا زلت الدكواثة بدوك حيلة سمختها جامدة العربانة ديح والخيال كم خيال يعني حلم يعني أنه دخبات حبيبة مدوكة رحقتها وبشاقلة وبقورة وكذا وهي في وسط بساتين الكروم فمعتريلة كاثة مثلا أشخاص مزعجيلة لقمة سيما بالا لهن يعني
جنبلا واي قرشا جنبلا اي بحلم ديح تحسا جنبلا خدهليز اورا قواي مملكه جن فعيشه خيال واسع. فتخازت انه يعني هذه قصه خاصه انا مو انه عالم خارجي وعالم داخلي قواح. فالى الان بالاخير مكتشفه انه هاي السمختي يبدوك احليها وكذا شو مدي بس ما لك ياكم خيله انا مندي يعني انه دخ طيور كانت برخي بالسماء وهي مخيله ودخ تولنا رساله داني طيور حتى مبليه ده حبيب دياح. فبهذا من دي تخزن انه هذه قصه قي بشل حلم دياح معلق لانه اي سمختي لبدوكح وليش قل اي حبيب دياح فبشل معلق حلم دياح لكنه او يعني كما بصخله باي من دي اكيد مادن اذا رابي يقرا ماصن امرا يعني ارخى ادم كبشت الدنيا تونيا ثقت بيشن بيقي قداكونش مش خاثة نعم. ويثل انه ويا لخك ما قدشه احداث كلاياثا مواقف نسيونه تجارب غزالوخت اذقاوخا سوكالا نعم. معنا خشيخينات بيش كثيره اختونيثا حد خوا يعني نعم بيتو يوتوالا خطوصه ين بيت امرت من دي خينا باقد يعني هي قصه ميله قصه وصف الحياه له اكيد يعني حدث معين ممكن وصفت له ودارت شخوص دارت يعني اضافات طبعا اضافات اخرى لاكتمال الصوره يعني عندها مثلا قلت لي هذه قصه طنين طنين انه ذبابه وانا دميخها ثيلا اللي والبغضاء كذا قاله مطنطونه ايه ف بش الصداقه بيني وبينه يعني كمسليالي هاي كمسلي وانا كمسلي يعني طنين الذبابه جابوا خي وتسليه بش لاخو اصدقاء الى افتراض زي دام بمر النوخ ايه دخ شعيره انه انا شعيري بقاوح انه جاي عيله فكم ماثلنا شكر ومايا معون نخثله اللي وبشكخله فودله صداقه مني يعني بس ثيلي يوم ميوماثا انه اي ذبابه خيوم ميوماثا انه صهيله ضمي ايا فزله جابت مغسل قاوح مايه كبيره فنخثله شتي مايه زله غرقله فبشلي انا جل يعني بحلم دي يعني قلق فجل لحكم خازنا مثل باي مغسل كم شغلنا وكم وضلنا عزاء وكم دفننا بحديقه وكم وضلنا جلسه يعني حزينه بالنسبه له. ف يعني هذه عبره ميله عبره انه اي داب خازت باي دوكا بزالوخ برخه بخازت نمل او شكوانه داثت قتلته بس خيب قتلته هل اي قتلت هذا شكوانه من مايث هل شكوانه بخلصي مدني؟ لا خالصي فاذا قيب قتلته فزي رأفة الإنسانية أنه الدول الأوروبية دائما كما أقدي الإنسانية دائما يعني كمحفظ الحيوانات كمحامي حيوانات كود علاقات مع حيوانات إلى آخره. فأخني مندي دقناق أصلا أنه هذا الصفة لها فلازم أخني كثق عنه ومن بين الدناشي وعي حتى تحصل خبرة وهوية ووعي دناشي بهذا مجال. هذا خلال رابي من دايما حكيتها بين امر خمدي خينا يعني ايثن خا اسا خا مبدا خا مفهوم كل خا بريا مخلوق تقداها خيوثا تبخاير قاواك متهاوي امر خرابه بقشما ضخم ينهال دخميرخ شكوانتا نمله ينبزرتا اتلا دور جو دورتا تخيوثا في دوره الحياه لا ثيثا يعني اعتباطا مودي بيت امرته خينا رابي او وصل نعم يعني اضافه الكلام ديوخ يعني بالنسبه للنمل يعني كم حكيهم النبي سليمان يعني يعني مملكه وابداعات يعني صور نمل امدق ما يخنمل جبيهن شقلي لك مبيل راحوقك دفني لك بمقبره برخذ حد لما انتقل العدو اللي يعني زي ما قنده يعني وبالاضافه الى ذاك النحل وهكذا. بالنسبه قصة بدأ مثلا خطو سخينة هلا وبصر هذا خبلطخ خباصولة فاصل بدأ مثلا قصة خرطة السحابة المظلمة. السحابة المظلمة كذت يعني خريب بوقت داعش يعني ونزوح حصل له كبيرة مشاكل حصل له كبيرة مواقف ف يعني أخني بش خير خل شمة وكم خمنخ بسحب فكد مثلا أنا كون فكره ابريكا والفكره براتيكا وفكره فكنت اخا كون الفكره معينه سمحت لي يعني خا مقطع زوره قريبه باقط هي باقط السحابه المظلمه
كم دارنا أي بواجهة يعني قلب خرى يعني الغلاف الأخير. اعتدنا أن ننظر إلى السماء ونخمن كيف تبدو السحب. وجدت أختي شمسا ضخمة ساطعة على العديد من المنازل، ووجد أخي الأكبر مني بسنة فارسا وفي يده سيف، ووجدت أختي الصغرى حمامة جميلة، لكن بالنسبة لي كان الوضع مختلفا. لقد رأيت سحابة مظلمة على شكل سفينة بها أشخاص يرتدون اللون الأسود، ثم فجأة اصطدمت السفينة بالسحب الأخرى محطمة كل الأشكال الجميلة. هذه قصة مكي، يعني إيحاء داعش، يعني الظلام الأسود والسحب السوداء. داعش تحمل هذه منطقتنا، يعني منطقة سهل نينوى، إضافة إلى ذلك بقية المحافظات والمناطق الأخرى. صح. نعم تمام. سباي رابي هذه أخنا باوخ أمينة نستمر قدوة يعني سلقاسة أسلوب قابت لنا خاطر ثلاثة تونيات خينتها ذات مغزى أكيد يعني كل تونيات الكثاوة إلى ذات مغزى، بس يعني كطوسة كنموذج إلى بثر ما تشغل ضمان ياخذ كريثة رابي خزيان نخبي خباصالة رابا كريا خرطة بالدارخ عموخن لا أزيتون رخا. مدري ديارخ عموخن خزيانا يقرأ كل دوكيتيتون مقبلون شلاما وخبا وإيقارا بالتممخ عموخن مناثا تريانتا ينساهما تريانا من داها خلقتا من خرزة شاوعايا سوادة قنيا حديث القلم أختغزيلا خن بشورايا أدخلقتا صرنا محور أدها خلقتا إلي غدا كونش تنياثا مجموعة قصصية تخد شمة الحلم المعلق هانو دين بمعنى إلى بلشانة أربايا ماصم ترجم خلا خلمة شويقة خلمة متوخرة لماس خمرة خلمة تليا لخل معلق ليلة معناته تليا إلى متوخرة مؤجل كاثوة وماخورة وبنا عدانا خرايا بخنانة ويا بتكالن كسلدية قدوة سامة ريانا ميقرأ كريم إينا. رابع عزيزة قمت من مخك مطوسة من تنياثا خكمة نماذج من القصص لاكتمال الصورة عند المشاهد الكريم. أنا ديقو بداية التقديم للجزء الثاني بعد الفاصل ورتل الاحتمال فاتني أنه محكم بود قلبه بود غلاف صورة الغلاف يعني أغتغزات خزينا يقرأ إلى خموزاغة مزج بين إيلانا وخأتفة أنثى امرأة. ما المغزى ما الفكرة ما المعنى؟ نعم طبعا يعني أنا متعمدين بأي لوحة يعني مصمم كما مرنا كبن أنه نودت لي شجرة وبرزة من هذه الشجرة أنثى أو امرأة وخازت أخا إثن امرأة خرتة أو براتة زورتة أخا توتا البع والغصن. فهذه دلالة على الأمومة يعني أنه الأم يعني هذه الشجرة خازت إبا جذور هي أمي يعني جذور أيضا كثر معناتها أرقى وهذه أرقى أنا بدي نعيشها بقاوح يعني أريس يعني منطقة ما بين النهرين. فتخازت أنه وكلا بريستا إدادة هذا وأنا إدادة حتى إيسي هذا قينة إيسي متمسكة بجذور دياح جذور أرى دياح وأني أغصان دينا بريزة كلين جهاد يعني كلا كيوا حبة وكلا كيوا سعادة دا بشرية. فتخازت يعني كل المجالات والتحولات الإنسانية الاجتماعية النفسية موجودة هذه أخنا جاوا دائما هرتا يعني صورة دوا قلب تويا على المغزي صورة على الشاشة قد خزيانة لم يقرأ رابي يقرأ جو سما قمايا يعني مقروالو خك مطوسة خاتوني ثين ترتة تونياثا إن مقابت خخيتة ينترتة بريشة بخمعنى معين قد ما تخرج بديه مودي وموضوع ديه طوتة بهويا دخت ميري قد صورة مطيقة خزيانة نخبيوه. اتلن يعني مجموعة قصة رقصة الموت. رقصة الموت يعني قيك ما مرنا رقصة الموت. يعني دائما خازت كاتب أو قاص عندك بري حادثة معينة دائما قعارق وكاره رموز أي حدث. فبيوم الدبري لأي حادثة قاعة حريق قاعد خلولة تقول دخلولة بعد يوم يومين ثلاثة أنا بأكينو بلبنان بسفرة.
فقاعد يشمل اي خبر راسا انا من تما مكثمنا اي قصه اي ف يعني اي قصه بدك مكثمنا يعني يبدا منه ذكر مقاح تفاصيل دخل بريله حادثه قاعه فتخازت يعني مثلا اي يعني مقدمه تعريفيه بقاوح وبعدين كثيه اسباب تحصل له ممكن انه كان قاعه كانت من معدن الالمنيوم والبلاستيك تكن بساندويتش بانل السريع الاشتعال ونتيجه لرخصه في السوق عمد البناء بها بسرعه باقل كلفه. كانت القاعه قريبه من اعمده الضغط العالي مما يشكل خطرا على المرأة والساكنين في تلك المنطقه. تخازت يعني اقترح اخا يعني مواد تبنيهن قاعه مواد رخيصه ومساعده للاحتراق نتيجة شرارة الكهرباء. فبريلة تفاصيل الحدث نعم تفاصيل وهي قصة لا نعم قصيدة فممكن أن نشير إلى بعض التفاصيل فآخر خازت يعني بالنسبة لكبار السن وبالنسبة للنساء وبالنسبة للأطفال بريلة دربكة أو حركة ضجيج ارتباك سبب انطفاء الضوء يعني الضوء مشوق لي خد دايش بكاسة خنا خد دماغه خنا لأنه لقى شيء كل من كامر يا روحي كبد عارق بالط ايوه خقت شمريره بشراره مؤلم كان جدا. فطريق الخروج بس خطريق هو يعني خباب مثل خلنا باب عن طريق المطبخ الناشي حيل ليدن قوح لبط لي فعصيله قوح اي سبارابيا دي انا بشو رايت خلقتها قلت نقرا للشمان الدنيا تونياثا قصص هلبت انا الانتخارة يعني متخرن انه تلتسر تونياثا 13 قصه في هذه المجموعه. نعم زاولي خكمه شمان برسموال يعني ابتسمت جبه يعني اخطوسه الباروكه الساقطه اي نعم ميله نعم باثت خمشوربي خمشوربي اي يبغى دمرت يعني شخصيه معينه انه استاذي بجامعه بايام ديو امريكان موجودين شقيله مواقع معينه في المحافظات في الاماكن الاغضيه فاي شخص استاذي له وبلط له زل يعني بيزال البيثة منطقة تحت وبرخة واو سايق على أنغام أليسا يعني زمرتها بيش يعني مندمج مع الأغنية وسريع له فإثوى سيطرة أمريكان مارينز برخة فهو ما خشوا له أكيد باو وقت يعني صعبية وداعش وكذا فخشوا له أنه يعني مجرمين يعني كيف ما خيله أو أن سامخ بأريله كما عابرة ده نقطة الأمريكان مارينز بسرعة فمارينز خشوهن أي يعني مثلا مفخخة أو اتلخميني إلى الهواية إلى الهابي كده كما خيل عن طريق القناصة إطلاقة أي إطلاقة إيكا ويرا بماكينة سيارة ثيلا وكسيق إيكا جابت أقلح بركة بقلح إصابة فهو ليش عيرة قاوح لأنه إصابة شخنتة يعني ساخنة فبشلك سايق دمطيلخ منطقة معينة بعدين شعير انه دمك الاجاره مقلح فكير انه لازم زال جيب صديق حتى يتشاقل له لانه هو خديره بعد لبشي بالسايق شاقل له اي صديق زي اللي جايبك مشاقل لكم ماثيل المستشفى فمستشفى يعني اطباء حرهن مقاوح يعني ثين دوذي العمليه وكذا واثوال او رشح باروكه يعني دريا باروكه فامبلا باروكه مريشح فاني فوجئهن يعني باي من دي فيعني اودي عمليه دا اقلح لو اودي مرجع باروكه الريشح لا محتاج انه كوافير او محتاج حلاق مثلا داث مرجع له فبريل حدث باي من دي الى الان اخر شيء انه بطل من المستشفى وثين يعني اصدقائه وثين بختح مخزياله وبعدين نزل البيت وكم سجلين له قضيه بدون ضده مجهول لانه امريكان ماني حاسب يعني بوقتها يعني بالنسبه لي قصه حقيقيه يعني رابط سبارابي هذا اي خيته المستذئب الى من الذئب نعم المستذئب نعم اختصار كمضمون دي يعني اي اختصار يعني انا بصراحه خيومه والمعشيه كبيره خيله كبيره فاول يوم لد مخلي فقعد دمخلي بطر جهد ومعاناه فخلم لي خلمه انه خبراته حطابه يا اهي وبابا حكي زلمه كوري حطب بغابه ف دائما قرا خشوا بطرح خا ذئب
او ليه ذيب انساني اللي بس قالب على شكل ذيب ذئب بشري. فهاي خير اللح كزاله باش قرخش بطرح المهم يعني او قرخ موالا هاي شخص يوم يوماتا يعني بش زلت مساعده بابا مثل حطب لانه بابا قرر رابيله اي حطب شقلاله وكم زبناه لحتى تعيشي وهي كذلك وضع حطب ثين تري شباب محرشين قواح يعني هجمن اللح وكذا فاي برونا ديك محاول على شكل ذيب شعيره قاوح راسا ثيله كم خالصه كتروي كم قاطلي فقعد ثيله باباح يعني مفاجئ له باي مندي درهن ثاني يوم زلهن دودي حطب ايضا ثيل اهو بس او ثيل ما هي انه اذا جرحته ياوا قيل لانه كم صوبي له جماعه كم نقشي له جماعه مرحوقه ديوا كارق على شكل ذيب فثيل بابا كما مير على شكل انسان كما مير انا قرخ من براتو فخيره يضحك لجرحته بديهن احداث يعني تساؤلات بابا وبراته باش لكم شكل بقى دخ هذا كم مساعد لي ودخ هذا انه قراخش بطري دائما لازم اتلخى مندي وبالاخير قصه انه كم قوري وكم خلفي ابره وايضا هذا ابره كم خلفي له كاو مستذئب وبيش احداث مستمره الى احداث مشوقه فعلا. نعم. الى ان كم الى ان يعني مطيا ضروته القصه بحيث انه هذا الشخص بطر ما دق مايث قوريله بخادوكا جماعته وبيشي ذكريات قاعدين اي شخص ذاك مساعده ناشي كبيره. برافو صبرابي هذا خطوه سخينه برين ثلاثه خرايا. نعم. ناجي ألبا وشوامة. نعم. مني لناجي هذه 1700 حادثه سبايكر العربي حادثه سبايكر المأساويه. نعم. على يد يعني الارهاب قتلوا نعم مئات الشباب يعني اتخذت انه ألبا وشوامة الى نسبه الى عدد الشهداء. الشهداء اكيد يعني من دي ليله اعتباطي يعني طبعاً. شيء موثوق له انه شخص او عائلته حق بالطه بسياره وكم لاقى جماعه عسكريين شغلين بسياره وباش قراخش وتلخى صديق كم خابيره كاو في منطقه الشاطئ يعني على الضفاف يعني مريض كبي يعني مساعد له بادي احداث مشاكل وكزال الفندق وفندق هذا الجثث ومخالص منهن كارق منهن رابي لخ هذا يوم بخلت يعني مخليته او ناجي الى شما اسم شخص لا ناجي يعني من النجاة هو ناجي من يعني من هالجريمه الارهابيه من رابص مطيله فكر رابي هذا او ناجي الى من النجاة او هذا ناجي من هذه الجريمه الارهابيه البشعه او هذا ناجي ثل قصه هاي رابص رابي خشون ان يطوس مليانه بابا الا ان مخوبه مقروث وخطو سخيره يعني بشيف وخلانه غزان مليانه لا ممكن مشان الخكمه ملوء خانه دخلت مخوبه يعني كبيره يعني قصص مثلا اطلق قصه الدميه منتشره يعني شخص دائما طارق الاسماع ديح دميه من بعيد كشامه قال ديح كاثو قارو اللح لخازيله فاي صوت يعني دائما ودلخ مشكله قاوح يعني ودائما بش مسترق انظار وكذا ومحاول يعني ماطه اللح وليلك ماطه فهذه دميه مية وانه شخص قراهم وله في السابق ومثله ولا زالت تروح ديح متعلقه بقاوح ف غزيل الدميه بشارع مشاقلها وهذه دميه بشتمخ وروخد دعايلته بقاوح انه بشت دائما محتفظ بقاوح طيب الفكره هذه سباي انا هديه بين ديرن الخا نقزة بشورايا ودلخ منارته بدية انه اول اصدار الى خاثة. نعم. وهل هدايا ليلة ويثا برصت قد اوذت لخا زياخة قرشت ضدرانا يعني حفل توقيع كتاب نعم. ليت ويذ الله. نعم لا الى قبالخ اوذت له يعني بخير تعالى عن طريق خياد الصبر وساوي صراحة حتى لين مزعج يمكن ده هو اللي نسخة طالب يعني اول الى دخت امر خبا وخسبق طالا انه لا موسع له ولا ويذ حفل توقيع وخنيقنا النسخ الاولى من ندي نعم. نتشرف رابي او دسي مرابا خمشاكسة ادبيه. نعم. بين خازن دخ بهاوي هو بخعواذة رد فعل حضرتك ككاتب ودلخ روايه او
مجموعة قصصية، أو ممكن هو مجموعة شعرية نكملها له كلها وتصحيح لغوي إلى آخره، زلة المطوعته مطبعة ونبقله صدرت ككتاب دغدا ودي بإيدي كامل، ممكن وزعته شمدي الحلم المعلق مثلا. أو بصر هذا اكتشفت ينخقم آميرو دخت أنا دهن بمار طالوخ، لأنه أخنا نتن إعداد تدي حلقة جيلخ وبخضرخ ندور نبحث إيثن رواية خيتها باسم الحلم المعلق لكاتب آخر هو خليجي كاتب سعودي. نعم. مسألة طبيعية هذه؟ مسألة اعتيادية تشابه أسماء نعم روايات؟ مسألة طبيعية، لا يعني ممكن شمدي خالد عبد الكريم الحمد رواية الحلم المعلق صحيح نفس التسمية. أي لك معتبر تناص قي، لأنه نت رواية عن الحلم المعلق بخازت ميل مضمون دي المضمون أكيد راح يختلف بس كشمة يعني دهن أنا مبين جيلن جوجل مثلا. نعم. رواية الحلم المعلق بلطيلي تريه خادم يقروثه كريم بولس إينا وخا الكاتب خالد عبد الكريم الحمد. بالمناسبة ذكيره كريم بولس كذا يعني يذت انه في منطقتنا بغداد انا وخنا ناشا انا شمي كريم بولس وخنا شمح كريم بولس كم همنت يعني كاثي شغلات طالي وانا طالع هنا ايه كاثي كم بقريلي وانا لين انا اهله تشابه اسماء يعني تشابه ايثن يعني ده مثلا مثال بسيط بيوم عبد الكريم قاسم ليه شمح كريم عبد الكريم ما قايث الناس شمانيهن كريم رابط الباي مايت الباي هذه يعني صدفه هذه يعني ليله هذه رابي بس مخليطه انا لخ يعني ليله بالضروره انه اتفق استاذ يقرطه شمت شخص ممكن جدا ان يتكرر عشرات الالاف إنه رواية اسم معين والاسم هذا مختار بدقة والاسم هذا مختار من مضمون الرواية يعني ممكن تتشابه ترى يعني ليلة تناص وماكو مشكلة أصلا أنا لتي علم بقاوة حالي أكيد لا تورق علم أنا أتوقع بس يعني يبقى نوع من الصحة يعني ليه طبيعي قي ما دام أنا دلين شغيلة منح وعنوان ليلة مشكلة عنوان إذن التشابه حيل عناوين لذقاوة لا استعارة لا يعني تمام ده أي قصيدة مثلا خازتها دقلة بجوجل إذن حيل تشابه بأسماء بس المضمون مختلف. أنا خشن رابي يقرأ يقول إنها قوس الديا يعني مجموعة قصصية أن يوتي بساسة يعني أستأذن جنابك إنه بقرا خم شوالق وخم مجال خنا أخنا وبني عمن يدخل يقرأ كريم إينا أخ كاثوة وما خورة وأيضا متنيانا أمرخ كاتب شاعر وقاص. نعم. بني عداني خرايب غزاين يود كثاوة بخانة نقد يعني ورغ جغلة بخنانوثة النقد وايوت بخنانة ناقد. وأنا أختيذن يعني الناقد يعني اتلي مقومات يعني اتلي أسس اتلي مؤهلات معينة إمكانيات معينة ما طاو ما شبر إنه يفضل موضوع الأكاديمي هاوي قصة فبغزاد جانو خرابي يقروث اتخ ام صيثة امكانيه انه ممكن تنقد نصوص ادبيه. نعم سؤال مهم حقيقه. رابي بالنسبه للنقد يعني ناشئ متكاثو كبيره مبدع من قارئ قراءات تخننا شيء من الناحيه الداخليه كاي بدن بالط يعني تحاليل كاي بدن بالط اشياء معينه يعني مخيله وايا اصل الفكره اي فتخازت يعني مثلا او نقد ميلي نقد معرفي وجمالي ده انسان ونقد لازم تاوي بقراءه مستمره يعني انا مثلا ده كان قريه كثاود النقد العمده لابن رشيق اذن كتاب البلاغه لاشخاص اخرين قارينهن تاريخ الادب العربي فليله شغله اعتباطيه من نقد قي لانه الانسان يمسك من فمه يعني من كلامه طبعا. يعني ما دق ناطق هذا كلام كارت يعني ده خاص مثلا كثيوة عن مجموعه معينه يعني موضحنا ده اي شخص بس احترامنا دالح يعني احترام العمل الادبي لي حسب تجربتي انا يعني التجربه دي الحقيقيه الابداعيه انه يدخل بالنقد هذا من دي يعني حسب المواضيع من الناحيه النفسيه انا كان قريء علم النفس له علاقه باي موضوع
ايضا من الناحيه الانسانيه، من الناحيه الاجتماعيه. فاتخذت يعني هذا نقد يعني نتيجه تجربتي السرديه والتجربه دي الشعريه كيوي لي مجال تقيم بهذا واجب. اما دام انه يعني ممتلكن الادوات النقد بصوره كامله لا. انا ممكن تاويلي اطلاع ده بعض الادوات، بعض الادوات حتى تقيم بالنقد وتخازن نص الشخص المعين وناقدنا بصوره جيده. راب صباي مطيلة خمنته بس ما قام خرابي صباي اي اخ بخنانه كناقد هدايا ديرن مدري وامر اخ ما خورة نعم. كشاعر ايثن خمفهوم يعني خمقوله نعم. امر خلاب لشانه ربايله الضروره الشعريه نعم. او يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. المعنى واضح الى جيبه. ارى هل تكيلة رابه تعتمد على هذه المقوله هذا المفهوم والى اي درجه؟ لا ما محتاج انه تستخدم الضروره الشعريه سواء بالمعنى بالصوره الشعريه بالجناس وبدون ما تقترب من النحو والقواعد ما الى تقييم ديوخ قضيه تخمنتها. شاكر نهرابي بالنسبه للضروره الشعريه اما عندما خروج الشاعر عن القواعد النحويه الصوتيه والصرفيه والنحويه حتى مستقم بيت الشعر. موضوع الوزن والقافيه ايه حتى ان كان على حساب القواعد والنحو لا لازم لا حاصل كسر بالقواعد. زي ما خاطوسه بشيطان لا ادري لا ادري الف دال راء ياء. انا اما تحذفنا ياء حرف العله مجزومه بشل لا ادري يعني الف دال راء كسره تمام. انا ودلي ضروره شعريه وخدم لي وزن بدون ما تخالف القواعد. ايضا بالنسبه للتفاعيل الشعر تفاعيل الشعر مثلا بحر الكامل تفعيله دي حميله متفاعل 3 حركات سكون وحركتين سكون. ان مسكني الحرف الثاني يعني متفاعل 3 حركات الحركه الثانيه باشا مستعل هذه الوضخ يعني في حال تسكين الحرف وفي حاله تحريك الساكن اتلحق شعر ضروره شعريه. بالنسبه للشعر الشعر كيول يعني فسحه ربثه دا ضروره حتى تشغله حريتح شغله حريتح بدوذا هذا من دي بشعر غزيله لانه شعره ميل لشعر احساسي مشاعر واحاسيس وتعبر عنها. رابص رابي ايوت مع ترجمه الشعر من لغه الى اخرى. المبدا انه انا مترجم لنا الشعر يعني قطوسه اخنا سورايه مترجم خله ادب ديا صبروثه ديا قليشان عربايه قردايه انجلسنايه فرنسايه قد عم خينه ديذي ما اتين ياخني من صبروثه من مدينايوثه حضاره لكن كنقطه محدده ترجمه الشعر بالذات واخنا ندهن ميرا الشعر احاسيس ومشاعر. نعم ايوت مع ترجمه الشعر وامر بوت مجتمع ديا ما بين السورث وعربي. عربي اخني لازم تايثن ترجمه يعني مثلا رابي لازم انا كمبدا ميري بس انا قصدي ترجم مشاعر. بابا واثن قماي ما اعرف رام السرياني ما اعرف نرساي ما اعرف يعقوب السروجي لقى كاثيوه عن طريق اليونان نقليوه الافكار والعلوم من اللغه اليونانيه الى السريانيه ومن السريانيه العربيه ومن العربيه الى اوروبا علوم. نعم قي ترجمه مهمه جدا ان علوم رابي شعر الى مشاعر خمفرده ثيله لدختي للشعر الاصل كثي ولا احتمال يتغير المعنى. انا بمر انه بالنسبه للترجمه من السريانيه الى العربيه كفايه تقييم تحت هنا من العربيه للسريانيه ممكن من السريانيه العربيه يعني متمار رابي هدي انخازخ مغذاذه الشاشه ذا قصيده يقروث خد قراي الله بسورث وبعربي عربي وسورث خازخ له مغذاذه مختلفه وشوق المشاهد هو اللي يحكم مختلفه بس بخازخ له يتقري له ملتقى خشون السماوه الثقافي نعم خازخ له مغذاذه بعربي ينقريها وسورث منا بسورث خازخ له ونخلي الحكم للمشاهد. اوكي سوف اقرا قصيده باللغه السريانيه وترجمها وبعد ذلك نص بالعربيه قصير. من كمي من فمي من كمي ومن كمخ دوشك صال ميانا من فمي وفمك ينزل العسل المايع من كوسي ومن كوسخ كوسك نوع إلانا
من شعري وشعرك، ومن الشعر تنبت الشجرة. روخي الطيلة بروخخ وهوني بشتشي ذانا، روحي لصقت بروحك وعقلي أصبح مجنون. أسكيري مسكرنخ اسكرتن خمر دمانا، أسكريني أسكرك يسكرنا الخمر الأحمر. سندتلي ساندنخ سندتن بيشا تشوغانا، تسندينني أسندك تسندنا عكازة واحدة. من بغري من بغرخ أخا روح شميانا، من جسدي وجسدك نصبح روحا سماوية. خيوثي وخيوثخ برقة ومطر وإنانا، وجودي ووجودك برق ومطر ورعد. نأستلي نائسنخ مخ دبشتت بستانا، تلسعينني ألسعك مثل نحلة البستان. شينوثي وشينوثخ جعلن يونا دشلاما، بسلامي وسلامك كأننا حمامة السلام. كحيبتلي كحايبنخ حبا باش شولاما، تحبينني أحبك حبنا يبقى للأبد. صبارة بقنت خت مخاخنين انطايخ الدقيقة خراي ان صايروا بعجالة دخت أمري. نعم. بغزات ادهم يوم التطور العلمي ومسألة طبيعية وضروري أن نواكبها. نعم. وإذ إيجابيات وإذ سلبيات مثل كل شيء بالحياة. تحديدا يعني تواصل اجتماعي، أن وسائل التواصل الاجتماعي هديت ويلون، الفيس، انستغرام، تيك توك إلى آخره. مضاف إلها الذكاء الاصطناعي. نعم. دور تدخل الدنة مجال الأدب صبروثا ومحكوه بس عمن أخنا كسراية. يعني بغزات دور دي بتاوي إيجابي لو بتاوي سلبي راح يصير استسهال. يعني دخلت غزال واقع الصبروثة جابت عمن اديوم يوما ودعثت مستقبل قريب وأمرخ في ظل الدنة أدوات الحديثة والتي تساعد على مو بس التسهيل إنما الاستسهال. نعم نعم رابي، شكرا لهذا السؤال. أخني كذا أدب موجود لي منذ القدم، يعني يبان نمخ سبق الأدب أو الشعر السحر. تمام. فتخازت العد الرقمي، التعداد الرقمي، أنه وذل تغيير جذري بحركة الشعرية. يعني مثلا صوت أدبي، يعني شخص معين صوت أدبي بسرعة قصيرة خاصة ماطل ناشي وباش معروف باش كذا، تمام منتشر. هذا إيجابي أو إيجابي أما قومة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي أو ميل الذكاء أداة مستخدم الإنسان في البحث والتنظيم. قميثة أخني يوم ديخهم يعني الطلاب في الجامعة طالبوا أستاذ منا بحث كزان جلخ مؤسسة مكتبة وقت وجهود كثنا مكتبة خوري شقنا كتب. تمام. تمام. كمع نخوة أخني شباب. تمام. دها دوش زر معلومات باثلو أو إلى تسهيل. نعم. أنا برصو بايث إيون عمه إيون معه. نعم. لكن ماذا عن الاستسهال أو النقل؟ ما ينخ مثال أنا بكثوني يقول ذكاء اصطناعي كلمتين 3 عنوان خ مقال أو خ قصة بيننا أو خ حتى لو قصيدة. نعم. بس كثن عنوان ولا صليلة مقال كامل ما يخالف قصة كاملة ربما قصيدة مستقبلا كاملة. وين الإبداع البشري؟ ما يخالف الفكري ده بأمر النوخ. أي من دي دك مشغلنا أنا جوجل أو وسائل التواصل الاجتماعي لقديمي يمرقي، لأنه لبن تأني عميق، لبن يعني تجربة إنسانية حقيقية. أكيد لا أنا مضيع وأنا بقول إيه. فلك أي بالذكاء الاصطناعي ماذا مخ التجربة الحقيقية البشرية الحقيقية الإبداعية للإنسان. فكرة وصلت إلى فكرة منطقية. رابي هاود بسيمة رابع أخرين طايخ لختام تداخل أنبيت خا كلمة كريثة أمرت بالختام. شكرا نخن لهذا اللقاء حلوية، وشكرا أعضاء التحرير العراقية السريانية، ودائما هويته بصيخة وبريخة وإبداع من إبداع إلى إبداع، ودائما تحصل تنويع برامج ديوخن. وقلت ملاحظة أنه أهم شيء أنه تاويلا مؤسسات وتاويلا منابر حتى محتضني أنا مواهب الشبابية. هذا أهم من دي يعني. هذا من ديك طالبنا يعني. هذا بس مرابا.
أبانا أمرا بدوري رابي يعني قبل طيبو ثرب ثقم يقروثوخ شكر كبير من دي قمايت ويلوخ أرخا من دي ترائي وتقطع أرخا مسافة وثيالخا وبخيلت على هاويخا زياخا حفل توقيع كتاب بسيمة قد ان شاء الله داها مجموعة قصصية أكيد أخنا أخ عراقي السريانية بهاوخ موجودين إنه ذتقوا أربل إنه ذتقوا بغداد كدوك تباوخ موجودين بخيلت على خلمانا طاوة خير ريخي قابارو يوثا بالزودا إبداع وعطاء أكثر تودي ساقي رابي ميقرا شكرا السيمة رابي عزيزة خزينا ميقرا صورا إلى مورخ خدانا بسمت من دا خلقتها ادخرزة اتسوادة قنيا أرخن قاودية إيوا كاثو ما خورا وما صمرن تنيانا وبخنانا ميقرا كريم إينا وآها كونش تنياثا مجموعة قصصية الحلم المعلق هل خلق ياثا أثياني قبل خبن وقارا بوش مشينا وشلاما